السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. النهارده بإذن الله هنحل أسئلة على الدرس الأول من الوحدة الثانية، درس السلالات البشرية في العالم، دراسة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول. ويلا بينا نشوف عندنا السؤال الأول. استعن بخريطة العالم التي أمامك واجب على الأسئلة الآتية. يعني هو جايب لنا خريطة للعالم وعايزنا نكتب السلالات اللي موجودة عندنا. طيب يا مس، احنا عندنا في الأول 3 سلالات، 1 2 3. احنا عندنا السلالة القوقازية والسلالة الزنجية والسلالة المغولية. طيب يا مس، تعال نشوف رقم 1. السلالة البشرية اللي بتوجد في الأمريكتين اللي هي السلالة القوقازية. السلالة رقم 1 القوقازية. طيب رقم 2 السلالة البشرية اللي بتوجد فين؟ في جنوب افريقيا، وعندنا جزء كمان من جنوب الهند اللي هي السلالة السلالة البشرية يعني السلالة الزنجية. رقم 3 السلالة البشرية اللي بتوجد في معظم دول آسيا اللي هي المغولية. طيب تعالوا ندخل الدرس ونشوف يعني ايه القوقازية والزنجية والمغولية. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل. رقم 1 تتميز نقط بالبشرة الداكنة والأنف العريض والشعر الأجعد. السلالة القوقازية، السلالة الزنجية، المجموعة النوردية، السلالة المغولية. طيب هو عندنا هنا بيقول البشرة الداكنة يعني بشرتهم سمراء اللي هي زي ما بيقولوا بشرتهم سوداء، والأنف العريض أنفهم بيكون عريض، والشعر الأجعد شعرهم مجعد، كمان والشفاه الغليظة. طيب مين اللي بتتوفر في السلالة دي أو المجموعة دي اللي هي السلالة الزنجية. رقم 2 أي من الأشكال الآتية يعبر عن نسبة السلالة الزنجية بقارة إفريقيا؟ أ ب ج د. السلالة الزنجية اللي هي السلالة اللي كلهم سود اللي هي بتمثل رقم كام؟ بتمثل رقم د اللي هم 3/4 نسبة قارة إفريقيا. رقم 3 أدت الهجرة الإجبارية إلى وجود السلالة الزنجية في آسيا، إفريقيا، أوروبا، الأمريكتين. الهجرة الإجبارية دي أدت لوجود السلالة الزنجية فين؟ في الأمريكتين. رقم 4 السلالة الأقل نسبة في العالم هي الأكثر انتشارا في قارة أوروبا، إفريقيا، أمريكا الشمالية، آسيا. السلالة الأقل هي السلالة الزنجية. طيب هي بتكون أقل انتشار أو هي الأكثر انتشارا بس في 4 السلالة الأقل نسبة في العالم هي الأكثر انتشارا في قارة أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، أستراليا. في سلالة نسبتها قليلة يعني تمثل 10%، بس ال10% دول 3/4 بيكون أكتر انتشارا في قارة في قارة أفريقيا. بسبب بسبب إن هم قريبين من دائرة الاستواء. رقم 5 تتركز السلالة المغولية في قارة أفريقيا، آسيا، أوروبا، أستراليا. السلالة المغولية. طيب السلالة المغولية يا مس اللي هي بتتميز بالعيون اللي هي المنحرفة، اللي هم شفتوا الصينيين والكوريين، يعني البنات اللي بتتفرج على الكوريين هم اللي بيبقوا عارفين اللي هم عينيهم بتبقى مسحوبة كده. فالسلالة المغولية دي تتميز أو تتركز في قارة تتركز في قارة آسيا. رقم 6 تتركز في دول جنوب شرق آسيا. السلالة المغولية، الزنجية، القوقازية، النوردية. في دول جنوب شرق آسيا. جنوب شرق آسيا بتتركز فيها أو بتتركز في جنوب شرق آسيا السلالة دي تركز فيها السلالة المغولية. رقم 7 يتشابه دولة الصين سكان دولة الصين مع صفاتهم الخارجية مع سكان دولة إسبانيا، كوريا، أستراليا، الكونغو. وإحنا مغمضين. الصين وكوريا وتايوان وتايلاند كمان واليابان، اللي مجموعة الدول دي كلهم شبه بعض. يبقى دولة الصين بتتشابه مع دولة مع دولة كوريا، إن هم كلهم شبه بعض. طيب بسبب بسبب القنبلة اللي كانت وقعت آلافيا على ناكازاكي، اللي خلت يعني غيرت الجينات فخلت كلهم شبه بعض. رقم 8 من أقسام السلالة المغولية المجموعة القلبية، جماعة التنجوز، الأقزام، البنتو. من أقسام السلالة المغولية اللي هي جماعة التنجوز. رقم 9 أي من الدول الآتية تشابه به سكانها مع سكان سيبيريا في البشرة الصفراء والشعر الأسود المسترسل؟
ليبيا، تونس، منغوليا، المغرب. في دولة من الدول دي سكانها بيتشابهوا مع دول سيبيريا. فين؟ إن بشرتهم صفراء والشعر الأسود الناعم المسترسل، اللي هم إيه؟ اللي هم منغوليا. يبقى عندنا هنا السلالة اللي بتشمل نصف سكان العالم، اللي هي السلالة الإيه؟ اللي هي السلالة إيه؟ القوقازية. اللي هم مين؟ اللي هم احنا، اللي بتتمثل في ايه؟ البشرة بتكون إيه؟ بيضاء، وايه كمان؟ والانف الصغير والشعر الناعم. طيب تعال نشوف اللي بعده. السؤال ال 11، البشرة البيضاء الوردية اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، احد صفات الهوت نوت، جماعة التنجوس الاسكيمو، مجموعة النوردية الشمالية. البشرة البيضاء الوردية دي احد صفات مين؟ دي احد صفات المجموعة النوردية الشمالية. رقم 12، سكان غرب ووسط أوروبا ينتمون إلى المجموعة النوردية الشمالية، المجموعة القلبية، البانتو، الإسكيم. طيب عندنا هنا سكان غرب ووسط أوروبا بينتموا لإيه؟ بينتموا للمجموعة القلبية. رقم 13، يتقارب سكان دول شمال أوروبا في الصفات الجسمية الخارجية مع سكان تونس، اليابان، جزر من روسيا، ألاسكا. دول شمال أوروبا بيتقاربوا في الصفات الجسمية، بس مع سكان إيه؟ مع سكان تونس. رقم 14، القارة التي يكاد تختفي منها السلالة المغولية كسلالة رئيسية، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، آسيا، أستراليا. فهتكون طبعا أستراليا. يبقى أستراليا من القارة اللي يكاد يختفي فيها السلالة الإيه؟ المغولية. رقم 15، السلالة التي لم تختلط بغيرها من السكان وتتعرض للانقراض وتركز في حوض نهر المسيسيبي، النيل، الكونغو، وسانت لورانس. في سلالة ما اختلطتش، يعني لسه سلالة نقية. طيب المجموعة دي أو السلالة دي بتتركز حول حوض إيه؟ حول حوض نهر الكونغو. رقم 16، انصهرت السلالات واختلطت الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة عن الأخرى. خالف هذه المقولة سكان جنوب أوروبا، جبال الإنديز، غرب آسيا، شمال أفريقيا. في سلالة انصهرت واختلطت مع الصفات الطبيعية اللي إيه؟ اللي كل سلالة بتتميز بها عن التانية، اللي هي بيخرج عنها مين؟ اللي هي بيخرج عنها جبال الإنديز. طيب السؤال التالي، حدد السلالة البشرية التي تمثلها كل صورة واختر الصفات الجسمية التي تمثلها أو تميزه. يعني هو جايب لنا الثلاث صفات وعايزنا نقول السلالة دي سلالة إيه والصفات بتاعتهم إيه. طب تعال نشوف مع بعض. عندنا هنا السلالة الإيه؟ السلالة رقم 1، السلالة القوقازية. السلالة الإيه؟ القوقازية. القوقازية. طيب الصفات بتاعتها إيه؟ الصفات بتاعتها بشرة بيضاء. بيضاء. طيب ايه كمان؟ هنقول شعر المتموج. الشعر المتموج. وممكن نقول ايه كمان؟ الشفاه الرفيعة. الشفاه الرفيع. طيب عندنا هنا رقم 2، دي السلالة الايه؟ دي السلالة المغولية. المغولية. طيب الصفات بتاعتها ايه يا مس؟ عندنا هنا السلالة المغولية بتتميز ان بشرتها بتكون صفراء، العيون المنحرفة، الشعر الأسود المسترسل. هنقوم كاتبين البشرة الصفراء. البشرة الصفراء. ايه كمان؟ العيون المنحرفة. العيون المنحرفة. الشعر الأسود المسترسل. تمام. رقم ج، السلالة. عندنا دي السلالة ايه؟ السلالة الزنجية. الصفات بتاعتها البشرة الداكنة. البشرة الداكنة. طيب عندنا ايه كمان؟ هنقول بشرة داكنة، الأنف العريض. الأنف العريض. الشعر الأجعد. الأجعد. اللي هي عندنا هم دول مكتوبين هنا، ما خدتش بالي والله. يبقى احنا عندنا رقم ألف، ماشي، بشرة داكنة رقم ج، بشرة صفراء رقم ب، شعر أجعد
رقم 4 شعر أجعد دي في السلالة الزنجية. رقم ج. 5 شعر أسود مسترسل ب. شعر متموج رقم أ. طيب أنف عريض دي السلالة الزنجية رقم ج. شفاه رفيعة اللي هي السلالة القوقازية أ. عيون منحرفة السلالة رقم ب. تمام. عندنا السؤال الرابع. املأ البطاقات التالية بما يناسبها من أقسام السلالات. طيب عندنا هنا أقسام السلالة الزنجية، أقسام السلالة المغولية، أقسام السلالة القوقازية. عندنا الاسكيمو، المجموعة القلبية، الأقزام، البوشمان والهوت نوت، المجموعة النوردية الشمالية، جماعة نوروز. تعال نشوف أقسام السلالة الزنجية. أقسام السلالة الزنجية عندنا إيه؟ عندنا الأقزام، وعندنا إيه كمان؟ البوشمان والهونتوت. هنقوم كاتبين 3 و4 بس نكبر الخط شوية. 3 4. أقسام السلالة المغولية. طيب المغولية عندنا هنا الإسكيمو رقم 1، وممكن نقول إيه كمان؟ اللي ممكن نقول جماعة تنجوز رقم 6. أقسام السلالة القوقازية أقسامها عندنا رقم 2 اللي هي المجموعة القلبية، وطبعا رقم كام؟ 5 المجموعة النوردية الشمالية. رقم 5 أو السؤال الخامس. حدد السلالة البشرية المنتشرة في كل منطقة من المناطق الآتية. طيب تعال نشوف رقم 1. شمال كندا وألاسكا دي الإيه؟ السلالة المغولية. طيب عندنا رقم 2 سيبيريا واليابان السلالة القوقازية. غرب ووسط أوروبا ممكن نقول إيه كمان؟ ممكن نقول السلالة المغولية. شمال الصحراء الكبرى هتكون برضو إيه؟ اللي هي على خط على البحر المتوسط، عند البحر المتوسط، فدي سلسلة بشرية القوقازية. المناطق الاستوائية بإفريقيا السلالة الزنجية. المغولي. طيب دول شمال أوروبا عندنا القوقازية. رقم 8 منغوليا بتكون برضو الإيه؟ بتكون السلالة المغولية. تمام. نشوف اللي بعده. السؤال السادس. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة. أمام العبارة غير صحيحة بس مع التصوير، ونخلي بالنا عشان كلمة مع التصوير دي بتوقعنا كتير. طيب تعال نشوف رقم 1. انتشر الإنسان في قارات العالم المختلفة في أواخر عصر البلاستوسين. طبعا صح، يبقى الإنسان انتشر في قارات العالم المختلفة في أواخر عصر البلاستوسين. رقم 2. نشأت السلالات البشرية نتيجة الاختلافات في الصفات الوراثية الظاهرة بين البشر. طبعا صح، سوا. رقم 3. تتركز السلالة الزنجية قرب دائرة الاستواء في إفريقيا. طبعا صح، عشان كده بنلاقي بشرتهم داكنة بسبب ارتفاع درجات الحرارة. 4. تعد منطقة جنوب شرق الهند من المناطق التي يوجد بها سلالة زنجية. طبعا صح، صواب. طيب 5. يعتبر البانتو والنيليون الحاميون من أقسام السلالة الزنجية. صح، صواب. رقم 6. تتميز السلالة المغولية بالبشرة البيضاء والشعر المموج والشفاه الرفيعة. لا طبعا. ليه؟ لأن مش السلسلة المغولية، أمال مين؟ السلسلة هنقول المغولي. رقم 7. ينتمي معظم سكان الصين للسلسلة القوقازية. لا، خطأ. ليه؟ لأن معظم سكان الصين بينتموا للمغولية وليس القوقازية. المغولي. رقم 8. تنتمي جماعة تنجوز في سيبيريا إلى السلالة الزنجية. لا طبعا، خطأ. ليه؟ لأن هي بتنتمي برضو للسلالة اللي هنقول إيه؟ للسلالة المغولية. طيب لكن عندنا رقم 6 ما هياش المغولية، أمال هتكون إيه؟ القوقازية. معذرة في الخطأ ده، يعني هم عاملين عليها غلط مسحين. رقم 9. تعد الإسكيمو من نماذج السلالات النقية في شمال كندا. طبعا صح، سوا. 10. يتم التمييز بين السلالات البشرية على أساس اللغة اللي بيتكلموها. لا طبعا. ليه؟ لأن احنا ملناش بالداخلي أو النطق، احنا لنا الإيه؟ احنا لنا بالبشرة، فهنقوم كاتبين خطأ على أساس إيه؟ على أساس أو على أسس
ظاهري اللي هو حسب الشكل ايه الخارجي. السؤال السابع، بما تفسر رقم 1 نشأة السلالة البشرية المختلفة. ليه نشأت السلالة البشرية المختلفة؟ بسبب ايه؟ بسبب انتشار الإنسان، إن الإنسان انتشر في قارات العالم. طيب مع نهاية عصر الايه البلاستوسين، خاصة في قارات العالم القديم، أواخر عصر البلاستوسين زي ما قلنا، والإنسان ومع استقرار الإنسان في هذه البيئات المختلفة بدأ اللي هو يأثر ويتأثر فيه، فظهرت اختلافات في الصفات الوراثية ميزت كل مجموعة من البشر، ومن هنا نشأت السلالات البشرية. يبقى الإنسان انتشر في كل قارات العالم القديم، وهو بدأ يأثر ويتأثر في القارات دي، فمع اختلاف الصفات البشرية أو الصفات الوراثية ميزت كل مجموعة عن التانية، مثلا القوقازية غير المغولية غير الإيه الزنجية. رقم 2، تعرض عدد كبير من الزنوج بإفريقيا للهجرات القسرية إلى الأمريكتين. ليه احنا بنلاقي في امريكا او مثلا في الافلام الامريكي لما نيجي نتفرج عليها لازم تلاقي فيها حد زنجي؟ بسبب ايه؟ بسبب ان كانوا زمان كانوا بياخدوا الزنوج دول يشغلوهم في مزارع القطن وقصب السكر، اللي انشأها الايه الاوروبيون في الامريكتين، ومن بعد كده خدوا الجنسيه الامريكيه وقعدوا مستقروا فين؟ استقروا في امريكا. رقم 3، نسبة السلالة المغولية عن 40% من سكان العالم. ليه يا مس نسبة السلالة المغولية زادت عن 40%؟ لأن النسبة الكبرى أصلا من سكان الصين ودول شرق آسيا أكتر دول العالم سكان، ودول بينتموا للسلالة الإيه؟ المغولية. طيب رقم 4، ندرة وجود السلالات النقية في الوقت الحاضر. ليه بس مش هنلاقي سلالة نقية زي مثلا السلالة المغولية أو القوقازية؟ بسبب إيه؟ بسبب في انصهار للسلالات، وطبعا اختلاط الصفات الطبيعية اللي كل سلالة بتتميز فيها عن إيه؟ عن الأخرى. يبقى احنا عندنا بسبب انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية اللي كل سلالة بتتميز فيها عن إيه؟ عن الأخرى. رقم 5، العرب لا ينتمون إلى سلالة بشرية واحدة. ليه يا مس العرب مش بينتموا لسلالة بشرية واحدة؟ لان في اختلاط. يعني احنا مثلا بنشوف ايه؟ لان احنا بنشوف مثلا واحده مصريه اتجوزت واحد كوري او واحد ياباني. طب ما هو دي في اختلاط للصفات الوراثيه، وبالرغم من كده ان صفات الاب او الام الايه المغوليه بتؤثر على الصفات التانية. يعني مثلا هي واحده عرب واحده مثلا مغول قوقازيه، فلما تتجوز مثلا واحد من من السلاله المغوليه، فالسلالة المغولية بتأثر على القوقازية. يبقى بسبب اختلاطهم مع السلالات الأخرى بعد حدوث الفتوحات والهجرات على مر التاريخ، وإن كانت الأغلبية العظمى منهم ينتمون للسلالة القوقازية. قارن بين السلالة الزنجية والسلالة المغولية من حيث الصفات الوراثية، أهم الأقسام، أماكن الانتشار. طيب تعال نشوف السلالة الزنجية. السلالة الزنجية الصفات الوراثية بتاعتها إيه؟ إن بشرتها بتكون داكنة، الأنف العريض، الشعر الأجعد، الشفاه الغليظ. يبقى السلالة الزنجية الصفات الوراثية بشرة داكنة، أنف عريض، شعر مجعد، شفاه غليظ أو غليظ. طيب السلالة المغولية بشرتها بتكون صفراء، عيون منحرفة، الشعر الأسود المسترسل. طب تعال نشوف أهم الأقسام زي ما بيقول أقسامهم بالنسبة للسلالة الزنجية. عندنا الزنوج السودانيون، البياتو، الأقزام النيليون الحاميون، البوشمن والهتو. طب بالنسبة للسلالة المغولية عندنا الاسكيمو، يعني السلالة المغولية موجودة في الاسكيمو في شمال كندا وألاسكا. عندنا الهنود الحمر في الأمريكتين، الهنود الحمر فين؟ في الأمريكتين. وجمع التنجوس اللي هم موجودين فين؟ في سيبري. طب تعال نشوف أماكن الانتشار. السلالة الزنجية بتقترب في إفريقيا خاصة قرب دائرة الاستواء بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وده يمثل كام؟ 75% من زنوج العالم و70% من سكان إفريقيا. وبيوجدوا فين؟ في آسيا، جنوب شرق الهند، أوروبا، الأمريكتين، أستراليا. طب بالنسبة للسلالة المغولية تركز فين؟ الصين، اليابان، كوريا، منغوليا، سيبيريا. وطبعا عندنا دول شرق القارة، وكمان بتوجد فين؟ في بعض المناطق. ونقف لحد هنا. معكم مس مريم مع ذاكر مع مس مريم. انتظرونا في حل باقي تدريبات الدرس في الجزء الثاني، وبالتوفيق لينا وليكم يا رب العالمين. وما تنسوش تدعوا لاخواتنا في فلسطين زي ما احنا متعودين. وبالتوفيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.